ثم أما بعد، فإن طيب الكلام وحسن الكلام يبعث في النفوس جمالا وبهاء، ويدخل على القلوب سعادة وطمأنينة وراحة. والمرء بطبعه يحب أن يسمع أحسن الكلام ويكره سيء الكلام، ويحب الشخص الذي يكثر دائما من الكلام الحسن، ويبغض الذي يتكلم بالسوء دائما. وقد ضرب الله عز وجل في كتابه للكلمة الطيبة مثلا بشجرة أصلها ثابت وفرعها مضيء في السماء، يتجدد ثمارها وينتفع الناس من حولها. وضرب الله المثل بالكلمة الخبيثة بشجرة خبيثة لا ينتفع الناس منها ولا تؤتي ثمارها. فقال الله عز وجل في كتابه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالكلمة الطيبة لها مدلولها ولها جمالها، تشع في الصدور نورا ولؤلؤا وبيانا، وتجعل صاحبها محبوبا بين الناس. يحب الناس الكلام معه دائما، لأنه لا يتكلم إلا بالحسنى، ولا يصدر من فمه إلا أحسن الكلام وأفضله. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس بيانا وكلاما، ما كان ينطق من لسانه إلا أحسن الكلام، وما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج من فمه ما يكره الناس أبدا، حتى مع خادمه. ولك أن تتخيل أن يعاشرك إنسان 9 سنوات بأكملها، يكون معك في فرحك وحزنك، في سعادتك وغضبك، في كل أوقات حياتك، فلا يخرج من فمك له كلمة تؤذيه، ولا يرى منك إلا كل خير. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما قال لي أف قط. عمري ما في كلمة عيب خرجت لي من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. تخيل الصورة، 9 سنين بأكملها يعاشر النبي صلى الله عليه وسلم، فما يصدر من لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤذيه. يومين دول بس الزوج والزوجة في أول أيامهم وفي أول شهر من الزواج يظهر كل واحد على حقيقته، ويخرج
ويخرجون لبعضهم البعض أكثر الكلام. وهذا رسول الله يعاشر خادما، ليست زوجة وليس ابنا وليس والدا، ولكن خادم يخدمه، وهو الذي يروي ويقص لنا فيقول: فما قال لي أف قط، صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن طيب الكلام مأمور به، وهو باب من أبواب الجنة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطيب الكلام وأفش السلام وأطعم الطعام ثم ادخل الجنة بسلام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. ألان الكلام، لان الكلام بين إخوانه، وخاطبهم بأحسن العبارات، ونطق فمه بأفضل الكلام وأحسنه. لا ينطق فمه بالسوء أبدا. تكون مع إخوانك تتعامل معهم بالحسنى، فلا يسمعون منك إلا كل كلمة طيبة جميلة، فإن الكلمة الطيبة تنبئ عن صاحبها. فكل واحد يتكلم بما في داخله، وكل إناء ينضح بما فيه. لو انت جواك كويس أكيد مش هيخرج منك إلا كلمة كويسة وكلمة حسنة، ولو انت جواك سيء أكيد مش هيخرج منك إلا كلمة سيئة. كل إناء ينضح بما فيه، فتتعامل مع الناس بالطيب واللين والرفق. وهكذا كان دأب النبيين والصالحين. فهذا نبي الله موسى وهارون يأمرهم الله عز وجل أن يخاطبا أعتى وأتهى جبار على وجه الأرض فرعون. فماذا يقول الله عز وجل لهم؟ هل يخاطبونه بالشدة؟ هل يخاطبونه بالسوء؟ كلا، إنما يخاطبونه باللين. وفرعون هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى يزعم أنه إله ويتحدى الله، ومع ذلك يأمرهم الله عز وجل أن يخاطبوه باللين. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فذهب فرعون وموسى واستجابا لأمر الله عز وجل، وقال له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وهذا إبراهيم أبوه أول من أشرك برسالته وبدعوته وكذبه، فما كان من إبراهيم إلا لين الجانب وحسن الكلام وأفضل الخطاب. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وأبوه يكفر برسالته ويكذب به ويحاربه، ومع ذلك يتكلم معه باللين. يا أبت، كأنه يقول له يا حبيبي، يخاطبه بلين وهو يكذبه في رسالته ودعوته ويظهر ذلك أمام الناس كلهم. بل لما وصل الأمر بوالد إبراهيم إلى أن ألقاه في النار، هل عقه إبراهيم وأساء الأدب معه؟ هل خاطبه بأنه كافر فقال يا كافر،
أو قال إنك في النار، كلا، بل ظل إبراهيم يستغفر الله له ويدعو الله أن يهديه لعله يهدى، ويخاطبه بلين ورفق. فحسن الكلام وطيب الكلام أفضل الأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. كلمة طيبة تقولها لإخوانك تنجيك من النار وتجعلك من أهل الجنة. الأحنف بن قيس كانت بينه وبين رجل خصومة، فقال الرجل للأحنف: لئن قلت لي كلمة لأقولن لك 10 كلمات. ما بينه وما بين واحد خصومة متخانق مع واحد، فالرجل بيقول لي الأحنف: لو انت قلت لي كلمة، لو انت شتمتني بكلمة انا هردها لك 10، هرد لك الصاع ب10 صياع. لئن قلت لي كلمة لأقولن لك 10. فقال الأحنف: والله لئن قلت لي 10 كلمات ما قلت لك كلمة. مش الشجاعة ولا الفهلوة ولا الرجولة انك انت ترد الصعصعين ولا حاجة، لا، ربما كان ذلك هو الأفضل، وهذا يدل على خلقك ويدل على مكارم أخلاقك. وينبغي للإنسان أن يعود نفسه الحسنى، ألا ينطق إلا بالحسنى. فكان عيسى عليه السلام لا ينطق إلا بالحسنى. مر على قوم من اليهود فسلم عليهم، فأخذوا يتكلمون عنه ويقولون فيه، فما كان منه إلا أن قال خيرا. فقالوا له: إنهم يقولون عنك كذا وكذا. فقال لهم: كل إناء ينضح بما فيه، وكل ينبئ عما في نفسه. كل واحد بيتكلم بما تعود وبما كان في داخله. بل مر على عيسى خنزير فقال له: مر بسلام. فقالوا له: إنه خنزير. فقال: إني عودت نفسي ألا أتكلم إلا بخير. تعود ألا يتكلم إلا بالخير، فإذا تكلم بالخير وعود نفسه على الخير ما سمع إلا خيرا، وما حدثت بينه وبين أحد مشادة، ولا حدثت بينه وبين أحد مشاكلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اليهود حينما يدخلون عليه يقولون: السلام عليك، بدل أن يقولوا السلام عليك يقولون له السام عليك، والسام هو الموت، كأنهم بيقولوا الموت عليك أو مستوجب عليك. فكان اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: السام عليك، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليهم: وعليكم. ففي يوم قال اليهود: السام عليك، فسمعت عائشة رضي الله عنها ذلك فقالت: وعليكم السام واللعنة، أي الموت مستوجب لكم واللعنة عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق. فقالت: يا رسول الله أما تسمع ما يقولون؟ أنت مش سامع هم بيقولوا إيه؟ هم بيقولوا كذا عليك يا رسول الله. فقال: وأنا أجيب عليهم وعليكم، فهذه تكفي. بخلق حسن وبلين كلام وبطيب فعال تدخل الجنة، لكن لا تكون سيئا بذيئا. مهندسة غير مسلمة كانت تعمل في اليمن، فتقول إن أصدقائها يدعونها إلى الإسلام ويخاطبونها دائما لكي تسلم. فقالت لهم: إن نبيكم
قد زار يهوديا لأنه قد مرض على أنه كان يؤذيه دائما ويلقي بالقاذورات أمامه، فلما وجد في يوم أن القاذورات لم تلقى أمامه سأل عنه، فلما علم أنه مريض ذهب ليعوده. فأسلم الناس لأخلاق نبيكم، ولكني أنا لماذا أسلم وأنا أرى أخلاقكم أمامي لا ترضي أحدا، بل أخلاقكم بينكم البعض مؤذية. تخيل أن أخلاقنا إذا كانت حسنة ستجعل غير المسلم يسلم حينما يرى أخلاقنا. الله عز وجل في سورة البقرة حينما أمر بني إسرائيل وأخذ عليهم الميثاق والعهد المؤكد: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. قولوا للناس، لكل الناس، مش للمسلم بس ولا للمؤمن بس، لكل الناس، فالأمر يعم الناس جميعا. لا يخرج منك إلا حسن القول، وقولوا للناس حسنا. فهي بتقول لهم أنا هأسلم ليه وأنا شايف أخلاقكم ما بينكم وبين بعضكم البعض ليست كأخلاق نبيكم. وبلاد ما وراء النهرين ما دخلوا في الإسلام بسلاح ولا بقتال، وإنما دخلوا بأخلاق المسلمين. لما وجدوا أخلاق المسلمين أخلاقا حسنة جميلة دخلوا في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل من أفضل الناس أو من خير الناس، فلم يكن جواب النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم صياما ولا قياما بالليل ولا أكثرهم صلاة ولا أكثرهم زكاة، وإنما قال: خير الناس من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده، سلموا من أذاه ومن شره. وحينما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي يذكر من صلاتها وصيامها، تصلي كتير، تصلي غير الفرائض وتقيم الليل، بتصوم غير شهر رمضان، صوم اثنين وخميس، صوم أيام قمرية، تصوم ما شاء الله لها، إلا أنها بذيئة اللسان لا يسلم منها جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، بغير تفكر، ما دامت ان الناس لا يسلم من شرها فهي في النار. طيب، وذكروا له امرأة أخرى تصلي المفروضة، بتصلي يا دوب بس ال5 صلوات، وتصوم رمضان، وغير أنها لا تؤذي جيرانها، لا تتكلم على الناس ولا تؤذي الناس بلسانها، مش عمالة تجيب في سير الده ولا في سير الدية، لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. فكن حسن الخلق ولا يخرج من لسانك إلا حسنا، فكل إناء ينضح بما فيه. نسأل الله عز وجل أن يزيننا بزينة الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه.